السلام عليكم، شراكم البنات. اليوم راح نحضروا مع بعض الرفيس من اطيب واشهر المأكولات التقليديه، ماشي غير الطعام. كما نعرفوا يرمز للاصاله ولمة العيله، ويتحضر غير بالكسره والغرس والسمن ولا زبده. هذا الطبق هذا لازم يكون حاضر في الافراح تاعنا وفي المناسبات، والطعم تاعو يفكرنا في جدادنا وامهاتنا الله يرحمهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله، نبداو في الوصفه. بعد ما نخبزوا الكسره نحطوها نرحوها في لاشوار، ونحطوها في القصعه تاعنا، ونجيبوا الغرس بعد ما نجيوه نحولوها، ونزيدوا معاه الزبده ونحطوها على النار، ونخلطوهم مع بعض حتى ينسجموا المكونات. الغرس والزبده تذوب لي مليح، ونتحصلوا على واحد الغرس هذا كيرجع لنا كيما نقولوا كيما العجينه. هاوليكم نحطوه فوق الكسره تاعنا اللي كنا رحيناها قبيل. هنايا البنات استعملوا غير الملعقه خشبيه لخاطر راهي سخونه قادر تتحركوا، ردوا بالكم. نبدا ندخل في هذاك الغرس في الطحين هذاك اللي درناه تاع الكسره بالطريقه هذه. تبعوه عندكم، هنايا راهو سخون. استعملوا اليدين لكن بطريقه سريعه باش ما تتحرقوش حتى نوصلوا لهذا القوام. هنا تحبي تحطي عليه مكسرات كما تحبي، انا خليه كيما هكا، وراح نتلاقاو على طبق التقديم. اذا هذا هو الطبق تاع اليوم، رفيس مزين بالمكسرات. شهية طيبة، شهيتكم في الجنة. وما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ونقدموه مع كاس البن ولا حليب بني ولا عصير. كانت هذه الوصفة لنهار اليوم، نتمنى تنال إعجابكم وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. نلتقي في وصفات أخرى كما تعودتكم، بسيطة وسهلة وسريعة إن شاء الله. سلام، دمتم في رعاية الله وحفظه.